مهما انا اوصف لك مش هقدر اوصف لك رد الفعل اللي فيا. مهما انا اقول لحضرتك مش هقدر اوصف لك رد الفعل. ربنا ما يوريها لحد ابدا. ربنا يصبرك في كل الاحوال. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتقولي بتستقبلوا حالات انا مش عايز اقول لك، انا بحاول اخلص اجراءاته. الثلاجه عندنا مليانه جثث مترميه فوق بعضها. ليه؟ واطفال صغيرين من سن 7 سنوات، من سن 10 سنوات. ليه الضرب ده كله وليه البهدله دي كلها؟ حرام حرام. يتقوا ربنا شويه في الناس، يتقوا ربنا شويه. الناس دي كلها ملهاش اي ذنب، وناس ماشيه في حالها ملهاش. طبعا هي المطريه تحديدا كمان كان متوقعا انه الجماعه الارهابيه هتنتج مذبحه. هو اهم حاجه عندهم انه يبقى العنوان. حضرتك انا لحد دلوقتي في الشارع بخلص ورا واجراءات اخويا، وضرب النار علينا والحاجات المثيره للدموع من كل ناحيه، من كل ناحيه. طيب احنا هندعو كل المسؤولين طبعا انهم يحاولوا يخلصوا الاجراءات المتعلقه بتصاريح الدفن والمتعلقه بالمستشفيات، لانه لازم نساعد الضحايا. ربنا يصبرك. وقولي لي، انت بتقولي عنده بنت، عنده طفل لسه ما كملش سنه. حضرتك هو شغال في محل كده ارزاقي، يعني ملوش اي مأوى خالص. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقول غير كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا